استخدمت رامبل لمدة شهر، وفي الفيديو ده جاي أقولك أداء رامبل في الشهر ده وتشترك فيها ولا لأ. تمام. أنا مهندس أحمد وده الفيديو التاني عن منصة رامبل، وكل المطلوب منك إنك تصلي على النبي قبل ما تكمل الفيديو. هتلاقي نوعين من التوصيات على رامبل: التوصيات اللي بتعتمد على التحليل الأساسي والفرص الطويلة الأجل، والتوصيات اللي بتعتمد على التحليل الفني اللي هي سريعة المكسب. تمام. لما نيجي نشوف التوصيات اللي هي طويلة الأجل، دي كل التوصيات الطويلة الأجل اللي نزلت على رامبل من ساعة ما تم إنشاء المنصة. تمام. وهتلاقيهم باعتينلك على إيميل الجيميل كل توصية من دي حققت مكسب قد إيه. أنا دخلت منصة رامبل يوم 1/12. تمام. وجالي إيميل بتاريخ يوم 29/12 كل توصية من دول محققة مكسب قد إيه. تمام. تعال نشوف الإيميل. زي ما أنت شايف كده إن سهم أسك محقق 43%، والمصرية للاتصالات 19%، وسهم تعلم 15%، ورايا 8% أو 9%، وراسكوم خسران 1.6. يعني من ضمن تقريبا 5 توصيات، توصية واحدة اللي خسرانة معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. طب تعالى نشوف هم حققوا النسب دي في مدة قد ايه. عندك سهم أسك للتعدين نزل يوم 28 نوفمبر، يعني بقاله شهر ومحقق مكسب 43%. تمام. رايا نازل يوم 27، يعني تقريبا بقاله شهر ومحقق مكسب 9%. وراسكوم كونستراكشن ده السهم اللي خسر، نازل برضه بقاله تقريبا شهر ونص وخسران 1.6%. وسهم تعليم نازل يوم 1 نوفمبر، يعني هو كده بقاله شهرين ومحقق مكسب معانا حوالي 15%. تمام. والمصرية للاتصالات نازل يوم 17 أكتوبر، يعني شهرين ونص ومحقق 19%، يعني 20%. سهم الدلتا للسكر نازل يوم 16 أكتوبر، يعني تقريبا بقاله شهرين ونص اهوت، والتوصية دي مغلقة، هي الوحيدة المغلقة لأنهم أغلقوها عشان حققت المستهدف بتاعها. كانت محققة تقريبا 93% مكسب. تمام. يعني بالنسبة للتوصيات الطويلة الأجل، التوصيات دي ممتازة لحد دلوقتي. تمام. سهم واحد اللي خسران في 6 توصيات، وخسران بنسبة قليلة جدا، هو 1.6 و2% تقريبا. تمام. مشكلتك بقى مع منصة رامبل مش في التوصيات الطويلة الأجل خالص. حلو كده. مشكلتك في التوصيات القصيرة الأجل. لما نيجي نروح عليها ونيجي بقى على التوصيات بتاعة التحليل الفني أو التوصيات للمكسب الأسرع. تمام. ونيجي نشوف التوصيات دي. زي ما انت شايف كده كل التوصيات مغلقة، يعني حوالي 20 أو حاجة وعشرين توصية اهوت، كلهم مغلقين. مفيش غير 2 بس اللي شغالين، ويعتبر بس لو انت عاوز تشتري في واحدة منهم بالدولار وواحدة منهم بالجنيه المصري، حديد عز بس اللي بالجنيه المصري. تمام. كل التوصيات دي مغلقة. حلو كده. توصية حديد عز هي الوحيدة اللي محققة مكسب، وكل المغلق ده يعني في منهم محقق مكسب بس حوالي 80% منهم خسران. تعالى مثلا نشوف آخر توصية مغلقة كانت مغلقة ليه. تضغط على السهم ده هتلاقيها بتاعت سهم مصر للإسكان والتعمير، هيقولك إنها حققت خسارة حوالي 9%. تمام. وهتلاقيه كمان بيقولك إن هو السعر عند التوصية كان 11 جنيه ونص، والسعر عند إغلاق التوصية كان 10 جنيه ونص. وهتلاقي توصيات كتير أو معظم التوصيات اللي موجودة في التوصيات سريعة المكسب برضه محققة خسارة كده. تمام. فاللي احنا عاوزين نقوله إن منصة رامبل يعني هي منصة لسه في البداية خالص، فهم لسه مش على المستوى اللي يخليك إن انت تثق فيهم بنسبة 100%. حلو كده. لازم انت تروح تتعلم تحليل فني، تاخد منهم المعلومات اللي انت عاوزها، وهتلاقي فيه بيقولك على كل توصية سبب التوصية دي. اقتنعت بالسبب ده ولقيت ان هو سبب صحيح، توكل على الله وخش في التوصية دي. تمام. طب اتعلم ايه يا باشمهندس احمد لو انا لسه معرفش اي حاجة في التحليل الفني؟ هتروح تتعلم يعني ايه ترند اصلا، وهخليك مشارك في الترند الصاعد والترند العرضي بس، وتعلم نقط الدخول والخروج في السهم. حلو كده. دول هيقدروا يمشوك ان شاء الله لحد ما انت لوحدك الدنيا تتفتح معاك وتعرف انت المفروض تتعلم ايه. وانا كده كده على القناة ان شاء الله بدأت ان انا هنزل فيديوهات تتعلم منها تحليل فني، والفيديوهات دي ان شاء الله هتكون مفيدة جدا ليك. طب يا باشمهندس احمد انت شايف ايه عيوب منصة رامبل؟ ان هي اصلا يعني الاشتراك بتاعها ما ينفعش يبقى 200 جنيه، هي لسه مش على المستوى اللي يخليها ب200 جنيه. تمام. لو انت محفظتك مثلا فوق ال10 آلاف جنيه، و200 جنيه ده مبلغ انت مثلا بتكسبه في اليوم، توكل على الله واشترك في المنصة. تمام. انما لو انت مثلا محفظتك قليلة وما بتكسبش مثلا 200 جنيه في اليوم او على الاقل في الاسبوع، فبلاش تشترك فيها. زي ما قلت لك كده روح اتعلم تحليل فني، اتعلم يعني ايه ترند ونقط الدخول والخروج بس. تمام. وخليك متابع الاخبار اول باول عشان الاخبار هتكون مفيدة جدا ليك. لو مش عارف يعني ايه تأثير الاخبار، شوف اللي حصل في سهم فوري يعني في شهر 11
2023 تمام، لما طلع عليه إشاعة إن تم الاختراق وسعر السهم نزل من فين لفين وبعدين رجع يرد تاني. فهو الأخبار مهمة جدا زي التحليل الفني بالظبط. تمام. تالت عيب أو تاني عيب في منصة رامبل صعوبة الفتح بتاع المنصة. يعني تمام، في ناس بعد ما بتدخل وتسجل الدخول أول مرة مبتعرفش تخش تاني. آه، مش عشان المنصة معلقة، عشان هما يعني الطريقة صعبة، الناس مش عارفة تخش على المنصة. تمام. انت مثلا شايف سهم غير اللي هما موصيين بيه وعاوز تعرف السهم ده تطلع منه ولا تكمل ولا تعمل ايه بالظبط، مش هتلاقي حد يرد عليك او مش هتلاقي حد تسأله اصلا. فده برضه عيب موجود في المنصة. غير مثلا لو انت مشترك على جروب توصيات هتلاقي حد تسأله وتتناقش معاه. تمام. تالت عيب في منصة رامبل قلة التوصيات بتاعتها، يعني مفيش توصيات مثلا هتلاقي على المنصة توصيات كل يوم. لا، ده هما فين وفين كده كل ما بيحدثوا التوصيات بتاعتهم، يعني كل اسبوع مثلا توصية او توصيتين في الاسبوع. تمام. وزي ما انت شايف كده ان التوصيات طويلة الاجل، مفيش غير 6 توصيات من ساعة ما المنصة نزلت، تقريبا من 5 او 6 او تقريبا 7 شهور مفيش غير 6 توصيات في التوصيات طويلة الاجل. فالتوصيات على منصة رامبل توصيات بطيئة جدا او هي قليلة جدا. تمام. دي خلاصة تجربتي في شهر تقريبا مع منصة صندر. التوصيات طويلة الأجل محققة مكسب كويس جدا، التوصيات قصيرة الأجل أو اللي هي سريعة المكسب. يعني خد بالك جدا وانت داخل في التوصيات دي، أو يا ريت متخشش فيها، خليك في التوصيات طويلة الأجل بس. حلو كده. أتمنى يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لك، وكان معاك مهندس أحمد، وكل مطلوب منك إنك تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.